سيدي موضوع القضاء هذا ان شاء الله شو اسمه يعني اذا طلع هذا الزلمه يا اخوان وقدرنا نرتب انه قانونيا نجيب ال3 شهود نمشي بهذا الاجراء بعديها يعني بعديها بكون انتم راضيين على هذا الحكي. نعم. بعد ما نرضى لنا مطالب. ايش المطالب؟ مطالبك انك عطوة اعتراف ان الامن العام اللي قتل اخوه. هذا جاي يا زلمه انتم مع الملك يا زلمه. سيدي معلش على راسنا وعيننا. مين بده يعترف بالقتل اخوه؟ مين يتحمل دمه؟ القضاء اللي بده يتحمل دمه ولا نتحمل دمه واحنا بنتدخل كيف يصرح الشيء ما شافه. شو نصير بالحالات المشابهه بصير معك ابو محمد ماشي كيف يصير الداخليه تصرح بشيء ما شافه. انسى الكلام ما بتحكوش هلا هاي ليست اول حادثه بتصير. انت حقك تاخذ حقك زي كل الناس اللي صار معهم هاي الحوادث صح؟ بس دون انتقام. نعم. شو صار مع الاخرين بصير معك. كيف تم معالجه الامور بالامور الثانيه مع العشائر الثانيه مع اي ناس في الاردن بصير معك. بصير بس قبل الدفن. اخي كريم. بعد الدفن لا. كريم. بعد الدفن انتهت القضيه سكرنا عليها وراحت. ابو زين قلت لك الموضوع. اخي كريم على راسي وعيني. اخي كريم انا بحكي انا قلت لك الموضوع. اللي بدك اياه صلاه. صل على كيف حصل مع كل العشائر. انا خليل عطيه احكي لك الموضوع. يا سيدي الله يجزيك الخير انت على راسنا من فوق بس العرف اللي تعرفت عليه الناس لما انا صارت بالطفيله راحوا عليهم عطوه امنيه بالكرك عطوه امنيه ليش مخيم الحسين مش نعمل عطوه امنيه احنا بدناش نعمل يا جماعه بدنا شيء انت تكلم كلمه يا سيدي على راسي زي ما سويتوا مع الناس اعملوا بالضبط بس زي ما صار قبل الدفن لا بعد الدفن ولا يمكن يصير شيء ولا شيء قبل الدفن. استنى شوي احنا اخي الكريم بنجيب لك التجارب اللي صارت كل يوم بقول لك في العشيره الفلانيه صار هيك نعم صار هيك وصار هيك. نعم. عطوه مره واحده اخذت كانت خطا وتم التراجع عنها مع كل الحالات اللي بعدها. احنا ما بنعمل خطا. رجال الامن القتل انا ابن الصلب شوي وانقتل وشاب من الصلب والامن العام لم ياخذ عطوه وصارت والصلب قامت وقعدت والقزاز اتكسر تبع السياره برصاص. خربوا الدنيا احنا ما خربناش ولا نخرب ولا منهم خرب. اهل الصلب كسروا الاشارات وكسروا المحلات والواجهات احنا ما انفعلنا ولا عملنا شيء احنا محترمين القانون لحد الان. تفضل. برضه كمان انا جايك برساله قبل بعدك مش داخل بقول لك هاي محل اهتمام حياك الله يزيدك واهلا وسهلا. هذا موضوع مش مقدر موضوع ثاني. لا مقدر بس بدنا شيء مكتوب يكون عطوة اعتراف. احنا قاعدين بقول لك شو صار مع العشائر الاخرى بصير معك قبل انت زيك زي كل العشائر في الاردن ما حدا بيستثنيك من شيء. والله من الصبح احنا نكرر العباره واخونا ابو حسين النائب على راسنا كررناش العباره. احنا عندنا مطالب لبوا لنا اياها ما تلبت المطالب خلي المية احنا ما نسترجدها وخلي كل الراي العالمي يجي يتفرج يشوف الدرك ايش سوى باخونا ومش هم يعطونا حقنا. الامن العام قتل اخونا واحنا في شهود على قتل اخونا. مو انا اشوف علي خلينا نسمع. بقول لك تساوى مع ال3 شغلات صاروا 14 شغلات مش حقك تقول زيهم. نعم. قلت لك يا خليل عطيه ولا مش كيف خليل العطيه. يا سيدي على راسنا وانا بقول لك شغله مش راح يعني عدم المؤاخذه يعني بدك تقارب رئيس الحكومه انا قبلك انا ما اعطيتش لك عرفت علي؟ كل الشغلات السياسيه الاخرى انا مطالب لك فيها قبل عرفت؟ حكيت يا اخوان احنا اماميه متوفى الله يرحمه شهيد اما بكرموا وبندفنوا وحقك عند خليل عطيه انزل شو بدك خليل عطيه بجيب لك اياه. ابو حسين بدك استقيل ولا تشهد النواب استقيل اذكر الله يا محمد الله يرحمه ابو حسين داخل الله يرحمه حكيت احنا بنعرف ابو حسين يا خالد ولا لا اول شيء بدك سميح ابو الراغب بدك سميح ابو الراغب ما سويش شيء ها كل حاجه شايف حقك عندي حقك عندي يا رجل حقك عند شاب يا زلمه اللي بدك اياه والله بدك اياه. احنا بعدين انت انا اقول لك بصراحه يا عمي انا كل هذا قاعد اللي مات رحمه الله عليه صلى على النبي بدك حق عندي انا بدي لك اياه ابو حسين اما بصيرش بس خليني توصلك هاي المعلومه انا اللي توفى رحمه الله عليه ابوي احنا وياه كنا ادوار داخليه الظهر وكنا معتصمين. قال الشيخ زهير يا اخوان خليك معي قال الشيخ زهير يا اخوان قال الشيخ زهير